والامور غاديه هكا. ناس شراو العقارات ما ديكلاراهمش في فرنسا، ما ديكلاراهمش في المانيا، ما ديكلاراهمش في هولندا. ماشي لان ما بغاش ديكلار، ولكن لان الامور كانت القانون ما كانش كيفرض عليك هنا في المغرب انك يقول لك يعني مسبقا الى شريت العقار غادي نديكلاري لالمانيا. فكيقول لك المغرب الى شريت العقار هنايا غادي يبقى العقار ديالك مقيد في المغرب، وحتى واحد ما غادي يرد له الخبر لا في المانيا ولا في هولندا. ولهذا شجع الناس داروا الثقه انهم يستثمروا في هذه البلاد. الثقه، عاد كنتكلموا على الثقه. 2019 الناس تفاجات، المغرب وقع واحد جوج ديال الاتفاقيات كيقول لك صافي من غير يصدق لهم البرلمان غادي يولي المغرب بصفه اوتوماتيكيه. يعني بنك المغرب لو 31 ديسمبر دو شاك اني كل سنه غادي يبقى يصيفط الفيشي لجميع الدول الاوروبيه اللي مقيمه فيها ابناء الجاليه، ويقول لهم يعني اي فرد من الجاليه عنده حساب بنكي هنايا، فبنك المغرب غادي يبقى يصيفط الدول ديالهم يقول لهم هذا السيد بحال اللي كيفضحوا، هذا السيد فاتح هنايا حساب بنكي وها بشحال فيه. وايضا على حسب المعلومات ديالنا حتى يمكن المحافظه العقاريه تبقى تصيفط يعني الناس اللي عندهم ممتلكات الى اخره. شنو هي العواقب ديال هذا التبادل الاوتوماتيكي